هنعمل طريقة المكرونة بالسبانخ. هنحتاج كوباية من المشروم، كوباية من السبانخ، معلقة زيت زيتون، مكعبين زبدة، جهينة ساور كريم، بصلة صغيرة، طماطماية متوسطة متقطعة مكعبات، بهارات إيطالية، فصين توم، معلقة نشا، وملح وفلفل. في طاسة على النار هنحط الزيت والزبدة، بعد كده هنحط البصل وهسيبه لحد ما يدبل. بعد كده هحط الثوم وهقلبه مع البصل. بعد كده هنزل بالطماطم المكعبات لحد ما تدبل. بعد كده هنزل بالمشروم واسيبهم لمدة دقيقتين. بعد كده هنزل بعصير التفاح واسيبهم دقيقتين كمان. بعد كده هحط الساور كريم من جهينة وهحط الملح والفلفل والبهارات الإيطالية. هنقلب. بعد كده هننزل عليهم بالسبانخ ونسيبها 5 دقايق. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة النشا متدوبة في مية، وبكده هيكون صوص معانا جاهز. وده الشكل النهائي للطبق. حطيت المكرونه الاسباجيتي وزينتها بصوص المشروم والسبانخ اللي عملناه باستخدام الساور كريم بتاع جهينة، وزينت الطبق من فوق بطماطم متشوحه، زيت زيتون وزعتر. يا رب الطبق يكون عجبكم، وهستنى آرائكم.